الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimohon ba'da sholat maghrib nanti tidak pulang karena kita akan membaca surah Yasin, tahlil dan doa dalam rangka takziah atas meninggalnya cucu daripada Bapak Haji Muhammad Istiqlal Ghani bertempat di Masjid Al-Munawwarah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم وصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة على الإمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واكفنا كل حول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami kumpulkan Bapak Ibu semuanya pada salat maghrib ini, bahwasanya kita mendapatkan permintaan untuk membaca surah Yasin dan doa dari keluarga Bapak Haji Muhammad Istiqlal Ghani dalam rangka takziah atas meninggal cucu beliau. Mohon keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk membaca surah Yasin dan doa. Nanti untuk membaca surah Yasin dimintakan Bapak Haji Danarto, kemudian tahlil Ustaz Habib, dan sebelum kita mulai akan ada kata sambutan mewakili Bapak Haji Istiqlal Ghani yang akan disampaikan oleh Bapak Muhaimin Nawawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat maghrib dan insyaallah juga isya, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata sambutan mewakili dari ahli musibah, yaitu Bapak Haji Muhammad Istiqlal Ghani dalam rangka takziah pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dapat hadir menerima dari undangan kami untuk bertakziah pada malam hari ini dalam rangka wafatnya cucu beliau beberapa hari yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini kita takziah sehubungan dengan wafatnya cucu Pak Haji Muhammad Istiqlal Ghani pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Kami sampaikan informasinya bahwa Bapak Istiqlal Ghani pada hari Rabu pagi bersama keluarga yang dengan anak mantunya yang ada di Palembang waktu itu berangkat ke Lampung, ke Tanjung Karang pagi-pagi. Dan karena ini pengalaman pertama bagi Pak Istiqlal katanya ke Lampung melalui jalan tol. Ya, sampai di Tanjung Karang sudah masuk hotel, kira-kira mungkin 2 jam atau lebih di hotel. Beliau mendapat telepon dari anaknya yang ada di Pakarawan. Anaknya di Pakarawan memberitahu bahwa dia sedang sakit keras. Kemungkinan akan dioperasi. Anaknya ini sedang hamil 7 bulan. Jadi
dianjurkan untuk ke Palembang mengatasi kejadian ini. Jadi Pak Istiqlal karena baru 2 jam di Tanjung Karang di hotel, memberitahu anaknya bahwa malam ini juga ke Palembang, dan Pak Istiqlal juga mengatakan dia akan ke Palembang juga, balik lagi ke Palembang pada malam hari ini juga. Sehingga Pak Istiqlal pada malam itu juga mencari travel yang biasa Tanjung Karang, Lampung, Palembang, dan anaknya yang ada di Pagaralam berangkat mobil bersama sopirnya dan suami anaknya ke Palembang. Jadi sampai di Palembang pagi-pagi jam 4 sekitar pagi, Pak Istiqlal datang duluan di Palembang. Tidak berapa lama anaknya pun tiba juga di Palembang, dan langsung Pak Istiqlal menghubungi dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Caritas. Di Rumah Sakit Caritas memberitahu bahwa jam 9 nanti temui saya, katanya, di rumah sakit sekaligus dengan pasien yang dibawa dari Pagaralam. Nah, sampai di rumah sakit rupanya memang kehamilan dari Ananda Isweni ini, namanya Isweni ya namanya, bahwa bayi yang di dalam kandungan itu tidak bernyawa lagi, jadi sudah meninggal di dalam kandungan. Dalam kandungan, kenapa? Diperkirakan karena tali pusat melilit leher dari bayi tersebut, sehingga harus dioperasi. Operasinya menunggu hari Kamis itu sore hari, mungkin sekitar pada asar gitu, dan dianjurkan istirahat di rumah sakit sebentar dan siap-siap untuk melakukan operasi kehamilannya ini, sesar. Nah, memang bayi sudah wafat dan sudah dipersiapkan juga kuburan untuk bayi tersebut di Sukamaju, TPU Sukamaju. TPU Sukamaju itu di situ ada besan kita, itu besannya Pak Istiqlal di sana, yang perempuan itu sudah wafat duluan beberapa tahun yang silam, dan di sampingnya masih ada tanah wawung untuk bisa digali tempat kuburan untuk dimakamkan seorang. Dari situlah sudah disiapkan dimakamkan. Karena wafatnya sudah sore, jadi pemakamannya itu berlangsung malam hari, sekitar jam 7 pada maghrib di TPU Sukamaju. Di situ sudah disiapkan lampu-lampu, ya, sehingga di kuburan itu terang benderang, sehingga tidak takut orang kalau lewat situ untuk melaksanakan pemakaman di TPU Sukamaju tersebut. Nah, itulah ceritanya, sehingga pada malam hari ini Pak Istiqlal sekeluarga meminta kita semua untuk berdoa, mendoakan agar supaya keluarganya sudah dijauhkan. Cukuplah artinya musibah yang terima itu, dan kita harapkan doakan kepada Ananda nama anak tadi ya sudah diberi nama, itu namanya Aisyah. Jadi Aisyah binti Teddy Susanto. Aisyah wafat di dalam kandungan dalam usia 7 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama ibu Isweni Dahlia Sari binti Haji Muhammad Istiqlal. Ananda ini termasuk pimpinan PLN UPP Pagaralam. Jadi Isweni ini pejabat di Pagaralam PLN.
jenazah makamkan sudah selesai dan kita bersama-sama mendoakan agar supaya Ibu Penny ini cepat sehat kembali agar supaya bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Demikian kami harapkan doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu setulus-tulusnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari keluarga Pak Syirah Bidani. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Muhaimin Nawawi yang telah menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adiniyah wa la kulli niyatin salihin hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram wa hadratis sadatina al-kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sayyidah Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra wa sumirah jami'al ulama al-amirin wa syuhada'i wa salihin wal qurra'i wa fasirin wal fuqaha wa hadithin wal muallimin wa musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin min jami'i awliya'illahi ta'ala min masharikil ardi ila maghribiha wa riwahiya jibaliha khusus hadratis syaikhut bir-rabbani wal arif ismail Syekh Abdul Qadir Jailani وشيخ مشرف لنا ووارث آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا ومعلمين ومعلمي معلمين في دين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح عبدك الفقير المرحوم Haji Abdul Ghani bin Najd Wahajah Fatimah binti Bujang Haji Ahmad Zaini binti Haji Mustar wa Hajah Siti Zahra binti Adhan wa Harlitati binti Muhammad Teguh usurihim wa furahim wa habashihim wa nafsu khususun khassah ila ruh matikal faqir al-marhumah Aisyah binti Tedi فوصلها واغفرها واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
عنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أو هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين ولا خصوص إلى أرواح إلى رحمة الحي القيوم من استمناهمنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وأمتنا وأمتهم وأمت المسلمين أجمعين عامة. بسم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل وأرسل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من سورة الفاتحة.
الفاتحة وسورة ياسين وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به المتصدقون وغير ذلك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا خاصة إلى روح عبدك الفقير المرحوم حاجي عبد الغني بن نجدي وحاجة فاطمة بنت بوجang وحاجي أحمد زيني بن حاجي مستر وسيتي زهرة بنت أدهم وحلتتي بنت محمد تقو وأسرهم وفرعهم وحواشيهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل أعمالهم ونور قبرهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ونخص خصوصا خاصة إلى عمتك الفقيرة المرحومة عائشة بنت تيدي وأسرها وفرها وحواشها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعلها فرضا لأبويها وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل بها موازنهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعدها ولا تحرمهما أجرها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas bacaan surah Yasin dan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga Bapak Haji Istiqlal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan, dan almarhumah Aisyah binti Teddy Allah jadikan sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya dan sebagai pahala dan kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن tasfiyat as-sufuf min tamamis salat. Lurus dan rapatkan shaf karena keutamaan dalam salat berjamaah. Nastaghfirullahaladzim. Musalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat hada imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nastaghfirullahaladzim, 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 walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا ملك الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله